صباح الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صباح السعاده. موضوع حلقتنا النهارده من اكتر الموضوعات اللي بتشغل عشاق الكوره حول العالم، وهو كاس العالم، البطوله الاكبر والاهم في تاريخ اللعبه، والحدث اللي بيجمع ملايين الجماهير على حب وتشجيع منتخباتهم. هنعرف مع بعض اهم المحطات في تاريخ البطولة وأبرز النجوم والمنتخبات اللي صنعوا أمجادها. ويشرفنا يكون معانا ضيفنا الكريم الكابتن رامي سعد، نجم نادي الزمالك والمنتخب سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. يا صباح الورد، طبعا مبسوط جدا جدا بأول لقاء معاكي، وبتمنى لك طبعا التوفيق وإن شاء الله تبقى في الكارير من أهم المذيعات في مصر إن شاء الله، وبالتوفيق دايما. ومبسوط يعني عارفة، حاسس إن أنا قاعد قدام مذيعة كبيرة، فدي يعني انطباع جيد وانطباع كويس جدا. بتمنى لك طبعا التوفيق في اللي جاي إن شاء الله. ماشي. شايف إزاي مشوار منتخب مصر لحد دلوقتي؟ يعني خلينا نقول ان منتخب مصر، خلينا نبدا الاول بالستارت بتاعنا. منتخب مصر يمكن في البدايات كان عندنا تعثرات كتيره جدا في عدم الوصول لمنتخب لكاس العالم، وخاصه في البطوله الماضيه اللي اقيمت في الدوحه في القطر، وكانت واحده من افضل الحاجات اللي اتعملت تقريبا في تاريخ كاس العالم. خلينا نقول ان منتخب مصر الحقيقه مع حسام حسن بقى مختلف اختلاف كل وجزئي. عمل حاجات الحقيقه حاجات مهمه جدا، عمل نتائج جيده جدا على المستوى الافريقي والمستوى الدولي. ماتشات وديه قويه جدا لمنتخب مصر قبل البطوله، وقفت المنتخب في حته كويسه جدا. يمكن كابتن حسام اطمن على المنتخب قدام البرازيل، واطمن على المنتخب قدام اسبانيا، ودي كانت مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر قبل البطوله. افتتاح بقى ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده مفيش. طبعا مباراه قويه جدا مع واحد من المرشحين والمصنفين الدوليين العالميين، بلجيكا. منتخب قوي الحقيقه. عملنا مباراه جيده جدا 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 على المستوى التكتيكي والمستوى الفني. شفنا كابتن حسام حسن باراء جديده، بطرق لعب جديده. منتخب مصر اول مره منتخب مصر يلعب 4-4-2 بشكل مختلف شويه. شفنا الاطراف بتاعتنا عامله ازاي، شفنا النواحي الدفاعيه بتاعت المنتخب عامله ازاي. اطمنا على النواحي بقى، الحته اللي كابتن حسام بيشتغل عليها طول الوقت، ويمكن دي الحاجات اللي بتميز حسام حسن تقريبا عن باقي جيله، اللي هي الروح والعزيمه والاصرار على الفوز باي مباراه بيحب يدخلها. حسام حسن بيبقى مركز جدا ان هو يبث الروح للعيبه، وده بنشوفه في كل المباريات اللي فيها كابتن حسام على اللاين. بنشوف التفاعل بتاع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، الاثنين تحس ان هم بيتحركوا كوحده واحده بالظبط. فالحقيقه طبعا بدايه كاس العالم الحقيقه تاريخيه لمنتخب مصر. يمكن دي بتفكرنا بكاس عالم 90 والاحداث اللي مر بيها منتخب مصر مع كابتن جوهري، وده بيقول برضو ان المنتخبات محتاجه مدربين وطنيين. كابتن جوهري عمل انجاز عظيم جدا بمصر في كاس عالم 90 وبطولات افريقيه. كابتن حسن شحاته الحقيقه كمل مسيره لكابتن جوهري. يمكن ما وصلناش في ظل التيم الجامد قوي اللي كان موجود مع كابتن حسن شحاته، ما وصلناش كاس عالم، ولكن وصلنا كاس عالم مع كوبر 2018، والنهارده بنوصل مع كابتن حسام حسن اول او ثاني انجاز لمدرب مصري. وطبعا زي ما بقول لك كانت بدايه المونديال كانت بدايه عظيمه جدا مع منتخب بلجيكا. شفنا اداء ولا اروع. يمكن الشعب المصري اطمن على منتخب مصر في المباراه الاقوى والاصعب، وكان يعني كان الجمهور المصري والجمهور العربي كان قلقان شويه من حته ان احنا هنلاعب منتخب مصنف. قلقانين على لعيبه محليين كتير قوي. يمكن المنتخب الوحيد الاكثر لاعبين محليا هو المنتخب المصري والمنتخب الاردني. اكتر منتخبات عندها لعيبه وطنيه او لعيبه محليه بتلعب في الدوري المحلي العراق. فبالتالي كان في شويه قلق طبعا على كم النجوم اللي موجود في مع منتخب بلجيكا. فده الحقيقه كان قلق الجمهور المصري والجمهور العربي، ولكن احنا طمنا على منتخب مصر في مباراه بلجيكا. اعتقد ان احنا ان شاء الله نوصل لمرحله كويسه جدا، ومشوارنا هيبقى سهل. يعني ان شاء الله لو ربنا سهل ان شاء الله وكسبنا يوم الاثنين القادم مباراه نيوزيلندا، هنتحط في التصنيف، ممكن نتصدر المجموعه ان شاء الله، وتبقى بدايه كويسه جدا منتخب مصر ان هو يلعب مع تصنيف ثالث في المجموعه السبعه او التاسعه او العاشره او الثامنه، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا لمنتخب مصر في مشواره في كاس العالم. طب التعادل مع بلجيكا حضرتك شايف ان دي نقطة ايجابية ولا احنا كان ممكن نطلع ب3 نقاط؟ يعني هو احنا
اول مره في كاس العالم نلعب مباراه ونبقى زعلانين ان احنا ما كسبناش. بالظبط. يعني كان الجمهور مستني ان المنتخب في الشوط الاول كل الفرص اللي اتيحت ليه ان هي تحقق، ولكن زي ما بيقولوا كده انت برضو بتلعب بمنتخب قوي، منتخب مصنف. المباراه الاولانيه بيبقى فيها شويه تسرع من اللعيبه، وفي كمان يمكن مرموش كان مصر ان هو يحرز هدف وكان عايز يبقى اول جول يجيبه، ولكن انا شايف ان النقطة مهمة. طبعا زعلنا على عدم ان احنا حصلنا على ثلاث نقاط اللي كانت ممكن تحطنا بقى في المسار الطبيعي بالظبط. اللي نقدر نوصل بيه زي ما بقول لك نلاعب الترتيب الثالث في المجموعة، مجموعة من المجاميع الخمسة او السبعة والثامنة والتاسعة والعشرة. فدي كانت هتبقى تسهل علينا الامور، يعني تصدر المجموعة دي حاجة مهمة جدا. مكسب برضو عشان احنا ما كسبناش مباريات في كأس عالم قبل كده، فدي كانت هتبقى بالنسبة لنا خطوة مهمة كبداية افتتاح كأس عالم في مباراة المجموعات. فدي حاجة كانت هتبقى حاجة مهمة وخطوة مهمة جدا، ولكن نقطة أحسن من مفيش. ايه ابرز الايجابيات اللي ظهرت في اداء المنتخب وايه السلبيات؟ يعني هقول لك الإيجابيات إن احنا كنا بنلعب بروح وإصرار وعزيمة على إن احنا نقول للعالم إن احنا عندنا منتخب قوي. احنا مش جايين تمثيل مشرف، احنا جايين إن احنا ان احنا مش جايين ان احنا نحضر البطوله وخلاص، لا ده احنا كنا جايين علشان ان احنا نوصل لحته كويسه في كاس العالم. في البطوله الحقيقه اللي انا شايف فيها مشاكل كبيره جدا، يعني من النواحي التنظيميه ان هي مقامه في 3 دول، فدي عامله شويه مشاكل لبعض المنتخبات. شفنا في جماهير بتتمنع من دخول امريكا، شفنا في منتخبات عندها صعوبه في الانتقال من دوله لدوله. فنواحي التنظيميه لكاس العالم شويه ده مختلف عن بقيه التنظيمات في كاس العالم قبل كده. فانا شايف ان النقط الايجابيه لمنتخب مصر بقى في المباراه بتاعت بلجيكا الروح والاصرار والعزيمه على المكسب والفوز، ودي كانت حاجه الحقيقه احنا محتاجينها في الوقت ده، مهمه جدا. الحاجات السلبيه مش كتيره، يعني نقط سلبيه مش كتيره، طب ولكن ايه؟ عندنا مثلا استهتار مرموش في المباراه ده من الحاجات السلبيه. ان هو كان ممكن، هو كان مصر انه يحرز هدف، كان بيلعب لنفسه اكتر ما يلعب للمنتخب، وده بان عليه جدا في بعض الكرات اللي جات له. بالعكس بقى الناحيه الثانيه محمد صلاح النجم الدولي الكبير بتاعنا، افضل ثالث لعيب في العالم على مر 7 8 سنين الحقيقه. الراجل بيلعب للفرقه وبيلعب بشكل جماعي وبيلعب لمكسب منتخب مصر. ففي نقط ايجابيه، هي النقط الايجابيه اكتر من النقاط السلبيه الحقيقه، ولكن خلينا نقول ان احنا نبص دايما لنص الكوبايه المليان مش الفاضي، بالظبط. لان هو ده اللي بيبقى فيه اللي زي ما بيقولوا كده ده الطعم بتاع الحاجه. فاحنا طبعا عملنا مباراه كبيره، مباراه مهمه جدا، مباراه مهمه كمان في افتتاح. يعني ده الطابع الاول عن منتخب مصر في بدايه المشوار في كاس العالم. طيب مباراة نيوزيلندا الجاية حضرتك شايفها ازاي؟ يعني مباراه نيوزيلندا هيبقى لها طبعا، انا هشوف ان كابتن حسام هيلعب بطريقه مختلفه، تمام. لها حسابات مختلفه خالص. انا شفت نيوزيلندا وايران الاثنين منتخبين في المتوسط، يعني مش منتخبين مخيفين. يعني انت النهارده بتلعبي قدام التصنيف الاول اللي هو منتخب بلجيكا، فانت ما عندكيش مشكله انك تلعبي مع نيوزيلندا وايران بشكل بقى شويه كره اسرع، ضغط عالي من قدام، النواحي الهجوميه تبقى اعلى، اسلوب اللعب هيبقى مختلف. فكل الحاجات دي الحقيقه هتبقى، انا شايف مباراه نيوزيلندا هتبقى افضل كتير كمان من مباراه بلجيكا. فاعتقد ان مباراه نيوزيلندا كابتن حسام حسن هيكون بيحضر لها بشكل مختلف خالص، هيكون بيحضر بشكل زي ما بيقولوا كده ايه، انا لازم اخد الثلاثه بونت من المباراه دي عشان اتصدر المجموعه، لان الموضوع بقى سهل. والطموح كابتن حسام حطينا في طموح مشروع اللي هو نبقى اول المجموعه، ودي اول مره نحسها في كاس عالم. فاعتقد ان بالظبط. احنا ممكن نبقى في التصنيف ده. المباراه هيبقى لها ترتيبات مختلفه، نواحي هجوميه اهم الكابتن حسام، وهيشتغل على عمليه التوازن بين الدفاع والهجوم، لان هم كمان عندهم مهاجم الحقيقه من المهاجمين الاقوياء، ود الحقيقه من المهاجمين الجيدين جدا. واعتقد ان ممكن يبقى في تغييرات في النواحي الدفاعيه للعيبه عشان خاطر عامل الطول. واعتقد ان ممكن حمدي فتحي ما يبقاش موجود في الدفاع، يبقى سنتر باك في المساك لمنتخب مصر. ممكن يبقى رامي ربيعه او حسام عبد المجيد
عشان عامل الطول ده اللي هيفرق معانا، لانهم عندهم الحقيقه عندهم لعيبه عمالقه، يعني عندهم لعيبه طوال، والطول ده اوقات بتحتاجي اللعيبه الطوال ما تحتاجيش اللعيبه القصيرين. كحارس مرمى ف ولا كلاعب؟ لا كلاعب كل حاجه بقى. انت عندك حارس المرمى كمان شوبير، الحقيقه خلينا نشيد بيه لانه هو عمل مباراه جيده جدا جدا. انا اعتقد ان هو افضل لعيب في منتخب مصر، يعني لو امام ما احرزش الهدف وطلعت النتيجه النتيجه سلبيه 0-0، اعتقد ان مصطفى شوبير كان ممكن يبقى احسن لعيب في المباراه، خاصه ان صد كوره، ويعني من الحاجات الصعبه جدا ان هو ياخد رد فعل ورياكشن كده عالي ويطلع ويطلع الكوره بالعكسيه بشكل جيد جدا. فاعتقد ان هو كان واحد من نجوم المباراه. فاحنا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى، لكن عندنا المشكله كلها كان يعني في المباراه القادمه هيبقى عامل الطول بالنسبه لحمدي فتحي، ده ممكن ده بس اللي يبعده عن الحته الدفاعيه. طب مين اللاعبين اللي حضرتك شايف ان هم هيكون ليهم دور مؤثر في المباريات الجايه؟ يعني خليني اقول لك صلاح طبعا دوره مؤثر جدا اكيد طبعا. وشغال يعني بشكل مميز جدا الحقيقه. يمكن احنا كلنا اختلفنا مع كابتن حسام حسن على تغييره، ولكن خليني اقول لك ان هو يمكن يكون بيريحه للمباراه القادمه. صلاح تقدم في العمر بقى 34 سنه، عندنا ماتشات مهمه، خلاص هو حاسس ان النتيجه احنا راكبين الجيم وبنشتغل مع بلجيكا ند لند، فالمشكله ما عندوش مشكله، ما عندوش قلق ان ممكن لو اي حد طلع اللي هينزل هيكمل، وكان عايز يعمل عمليه تنشيطيه للنواحي الهجوميه للفريق. فاعتقد ان صلاح واحد من اللعيبه المؤثره داخل الملعب. اعتقد ان مرموش كابتن حسام حسن هيتكلم معاه في الفتره اللي جايه وهيبدا يغير المنتال عنده، وان هو يفكر بشكل اسرع وان هو يشتغل على اللعب الجماعي اكتر. اعتقد ان هيبقى فيه تريزيجيه هيبقى لعيب مؤثر، يمكن ما لعبش ماتش الافتتاح، واعتقد ان هو هيلعب ماتش نيوزيلندا، اعتقد انه هيلعب ماتش نيوزيلندا. فانت عندك صلاح ومرموش وممكن تريزيجيه. امام عاشور طبعا لعيب مهم جدا ولعيب جيد جدا، وظهر بمستوى رائع في مباراه بلجيكا. وامام من اللعيبه الكبيره لما بيركز يمكن بدا يرجع لجزء من مستواه. فاعتقد ان الاربعه دول من اللعيبه المؤثره. طبعا عندنا اثنين زي ما بيقولوا كده الجند المجهول داخل الملعب، مهند لاشين ومروان عطيه، الاثنين الحقيقه بيبذلوا مجهود بدني اكثر من رائع. فاعتقد ان احنا عندنا لعيبه كتير مهمه ممكن تبقى مؤثره، تواجدهم في الملعب مؤثر، عدم تواجدهم في الملعب يبقى مؤثر. طيب حضرتك ايه رايك في حمزه عبد الكريم، اصغر لاعب في الكوره حاليا؟ يعني خلينا نقول ان حمزه عبد الكريم واحد من اهم الحاجات اللي موجوده دلوقتي في منتخب مصر. كان قرار جريء جدا من كابتن حسام حسن ان هو يضم لاعب عنده 18 سنه او 17 سنه مواليد 2008 وانتقل من نادي الاهلي لنادي برشلونه تحت رحل لمسيه في سن مهم جدا الحقيقه، وان هو يفعل عقد شرائه من النادي الاهلي في الوقت الحالي. انضمام كابتن حسام حسن ليه في منتخب مصر في كاس العالم كان قرار جريء جدا وقرار مهم جدا في مسيره اللاعب. ليه؟ لان الحقيقه حمزه عبد الكريم، ويمكن زي ما كان سيد الرئيس بيناشد ان احنا يبقى عندنا 6000 محترف، وبيتعمل اكتر من اكاديميه تابعه لشباب الرياضه بتوأمه مع رايت تو دريم لتطوير المواهب في مصر. فدي كان واحده من الحاجات المهمه جدا 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 انضمام حمزه عبد الكريم لمنتخب مصر في الوقت الحالي. اول حاجه رفعت من قيمته التسويقيه، رقم اتنين هانز فليك الحقيقه قرر ان هو يضمه في فتره الاعداد القادمه للبارسا، ودي كانت حاجه من الحاجات اللي احنا بنحلم يبقى عندنا لعيب في الانديه التوب ليفل او اعلى حاجه في الكوره. ريال مدريد، برشلونه، دول اعلى ناديين في العالم في الكوره، ودول اللي هم يعني بيهتم الشعبيه الاولى في العالم لريال مدريد، برشلونه، ففريقين كبار جدا. فان يبقى عندنا لعيب بيمثل مصر في فرقه برشلونه دي حاجه مهمه جدا. انضمامه لكاس العالم انا شايفه انه قرار جريء من كابتن حسام حسن، ولكن خلينا نقول ان النهارده حمزه عبد الكريم لسه لعيب في بداياته، لسه لعيب صغير. يعني الواحد ان شاء الله بنتمنى له مستقبل كبير جدا في كرة القدم، يبقى واحد يكمل مسيرة محمد صلاح في اوروبا، لان الحقيقة النهارده لاعب الكورة بقى سفير بلده في اوروبا. محمد صلاح الحقيقة خير سفير لمصر. يمكن في دول احنا بنسافرها لما بنسافر فيها ما يعرفوش حاجة عن الكورة او ما يعرفوش حاجة عن مصر غير محمد صلاح. مو صلاح ده بقت ده براند عالمي احنا بنشوفه. فبالتالي احنا بنتمنى ان يبقى عندنا اكتر من براند مصري في اوروبا بيمثل مصر. فاعتقد ان هو كان قرار جريء من كابتن حسام، ولكن يعني انا اعتقد ان هو نزوله في مباراه زي مباراه بلجيكا، يعني هو استعجل كابتن حسام فيها،
ولكن كان في اليوم ده لابد ان هو ينزله او يشاركه عشان يكون اصغر لاعب، زي ما انت قلتي كده، اصغر لاعب دلوقتي في الكوره او في بالظبط. كاس العالم. هو حمزه عبد الكريم، لاعب جيد الحقيقه، بنتمنى له التوفيق. شايفه انه طبعا قرار جيد جدا من كابتن حسام حسن. طب انا هسأل حضرتك سؤال. هو زمان كان دايما بنكتشف لعاب الكورة، ودلوقتي حاليا تقريبا نادرا اما بنكتشف لاعب كورة. ده اهمال اسري؟ لا، هي مش اهمال الاسر. شوفي هقول لك على حاجه. اتفضل. احنا دلوقتي الطبيعه بتاعت الشعب المصري اختلفت. بمعنى جدا. يعني النهارده حضرتك، يعني ان شاء الله ربنا يديكي اطفال كده. يا رب. النهارده انا بقيت اخاف على ابني انزله الشارع. زمان لعيبه الكوره كلهم كانوا طالعين من الشارع. الشارع كان سهل، ما كانش فيه خوف على التربيه. ليه؟ كان كله بيربي زي بعضه. التربيه كانت تربيه على الدين، كانت نشأة جيده. يمكن دلوقتي كل زي ما بيقولوا كده العوامل المحيطه بالبيئه بقت صعبه. السوشيال ميديا بالظبط. غيرت كل حاجه. السوشيال ميديا فيها كل المشاكل. السوشيال ميديا بتخلق لك مشاكل. التربيه في الشارع بقيتي تقلقي وتخافي على بقينا نخاف على اولادنا شويه ان احنا ننزلهم الشارع، وده قلل الموهبه. احنا زمان كلنا كنا بنلعب في الشوارع، بس زي ما بقول لك كان كله بيربي وكله بيحافظ وكله بيخاف. دلوقتي انت ممكن انا اربي بشكل ابني ينزل الشارع يتعلم حاجه او سلوك خاطئ، وده ممكن ياثر عليه بعد كده، فانا بدات اخاف عليه ان انا انزله الشارع. فده من العوامل المؤثره. لو احنا سيبنا اولادنا يلعبوا تاني في الشارع، لعب الشارع مش لعب كره القدم في العالم. يعني في بيتكلموا في الكوره عظماء الكوره بقى، يوهان كرويف وناس من الناس العمالقه في اكتشاف المواهب على مستوى العالم. يوهان كرويف واحد من افضل اللعيب، من افضل اللعيبه ومن افضل المدربين اللي جت في تاريخ الكوره في اكتشاف المواهب والابتكار في الكوره وعلم التدريب وحاجات كده. بيتكلم على ان نهضه الكوره زمان كانت اتخلقت عشان كانت اللعيبه كلها بتلعب في الشوارع. فلعب الشوارع ده بيعلمك ان انت بتلعبي ما بتلعبيش تحت ضغط، بتلعبي للانبساط. الطفل بيلعب وهو مبسوط، بيلعب مع اصحابه فبيبتكر مهاره، بيتفرج على مهاره ويروح يطبقها في الشارع. دلوقتي الاكاديميات الكتيره او كثره الاكاديميات في مصر الخاطئه، اللي هي تحت اشراف ناس ما لعبوش كوره، ما عندهمش فنيات، ما عندهمش علم تدريب، ما تعلموش كوره بشكل مختلف. ده تمام. اثر كتير جدا بالسلب على الناشئ اللي طالع. ليه؟ النهارده حضرتك بيجي لي لعيب وانا ما لعبتش كوره، وبيجي لي لعيب وانا ما اتعلمتش كوره. انا كل القصه ان انا معايا فلوس او انا حابب الكوره ورحت شفت دلوقتي السوشيال أكاديمية. ميديا. بالظبط. والنهارده السوشيال ميديا بقت كبيره ومتاحه. يعني ايه؟ النهارده ممكن تتفرجي على اكاديميه برشلونه بسهوله، تفتحي اليوتيوب تتفرجي على برامج التدريب. فبقى كل واحد يجيب له تمرينين ثلاثه من على اليوتيوب ويجي يعمل له فرقه ويجي يعمل له تمرينين ثلاثه، ده بقى مدرب خلاص. يعني لك ان تتخيلي انا في 2017 تمام. او 2016 2017 كان عندي والد لعيب. حضرتك طبعا بالفعل عندك اكاديمي صح؟ عندي تمام. عندي فيوتشر ستارز دي انا مؤسسها في 2012 وعملتها واشتغلنا عليها فتره طويله. عملنا الحمد لله فيها نتائج جيده جدا، ولعبنا فيها في دوري الجيزه وخدنا تاني الدوري بعد الزمالك، وكنا عاملين حاجه يعني الحمد لله حاجه كويسه ما قوي. شاء الله. غيرنا الاسم دلوقتي عملناه امبيرو اكاديمي. امبيرو جايه من الايطاليه اللي هي الامبراطوريه الايطاليه. مم. يعني النهارده في 2017 لما انا جالي والد لعيب كان بيشتغل شغلانه بعيده عن الكوره خالص وهو مش متعلم خالص، وفوجئت بعد كده ان هو مدرب واداري في فرقه تانية. يعني انت متخيله ان اسلوبنا في التدريب او في الاكاديميز اللي موجوده في مصر ان اي حد بقى متاح ان هو يدرب واي حد متاح ان هو يشتغل في التدريب، وده بيأثر على النشء بتاعنا بقى، اللي هو النهارده بياخد معلومه خاطئه من المدرب ده، ياخد معلومه خاطئه من المدرب ده. ربما او كلما لقينا النهارده مدرب متعلم لاعب بيمرن بنفسه، عشان كده الموضوع بقى صعب. فهي عندنا عده عوامل حقيقه مؤثره على النشء في مصر، فده قلل الموهبه بشكل كبير. طب هو ازاي كابتن حسام حسن انتهى العقد بتاعه مع المنتخب ومكمل؟ ما هو كابتن حسام كان عقده مرتبط بوقت وممتد بعد الوقت. يعني ايه؟ بمعنى؟ يعني النهارده كابتن حسام حسن قالوا له توصل الاربعه بتوع افريقيا، توصل لدور الثمانيه، فانت خلاص انت كده معانا ومكمل معانا لحد كاس العالم. ده في بند في العقد. اوكي. فالراجل وصل
كمل كاس العالم، بعد كاس العالم هيجدد له ل 2030. بعد كاس العالم هيجدد لحسام حسن ل 2030. النهارده احنا بنتكلم ان كابتن حسام قدام انجاز تاريخي كبير، فبالتالي هيبقى يستحق ان هو يتجدد له لولايه قادمه. الاربع سنين القادمين هتبقى فارقه في تاريخ الكره المصريه. اعتقد ان كابتن حسام عمل حاجه على المستوى الافريقي المصري جيده. صعدنا من بدري قوي، وده اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه ان احنا نصعد من بدري قوي لبطوله كاس العالم. مبارياته ونتائجه جيده بشكل كبير، فبالتالي انا اعتقد ان كابتن حسام مكمل الولايه القادمه لمده 4 سنوات لحد 2030 لكاس العالم القادم، ودي هتبقى حاجه كويسه لكابتن حسام. ايه السلبيات اللي ممكن تواجه الناشئين في مصر؟ لا احنا عندنا سلبيات كتير. زي مثلا عندكم وقت الحلقه كيف؟ يعني خليني اقول لك، شوفي انا زي ما انا قلت لك كده، احنا دايما في الاداره الرياضيه لما بنيجي بنتكلم على عده عوامل، منها الانتقاء، انتقاء المدير الفني وانتقاء اللاعب. انتقاء المدير الفني دي مهمه جدا، من الحاجات المهمه قوي دلوقتي في مصر. وبقى عندنا ازمه كبيره جدا في الرخص الافريقيه. يعني بمعنى في لعيبه مثلا معاش القدره الماليه دلوقتي انه ياخد اللايسنس المستمره سي وبي واي وبرو. الموضوع بقى صعب، والارقام بتاعتها بقت كبيره بالنسبه للحياه المصريه. فاحنا عندنا مشاكل في تعليم المدربين. المحتوى التدريبي لللايسنس الموجوده في مصر صعبه جدا، فبالتالي دي من الحاجات المؤثره على تعليم وتثقيف المدربين. طب النهارده انا عندي مدرب لعب، لابد ان مدرب الكوره يكون لاعب كوره. انا شايف ان دي في مصر، يمكن في العالم كله الاتحاد الدولي بيمنع ان احنا او بيجرم ان احنا اي حد عايز ياخد لايسنس ويدرب بدل بينجح فيها ياخدها، ولكن في مصر عشان احنا بنمشي بالحب، فانا شايف ان احنا بالواسطه. لا يعني مش بالواسطه قوي، بس احنا خلينا نقول بالحب. يعني تمام. بالحب يعني ايه؟ احنا النهارده ايه، انا فلان صاحبي وحبيبي فانا يجي اساعده في كل حاجه، ده غلط. انا النهارده بيبقى عندي في الاداره الرياضيه عندي الاستراتيجيه، ودايما بنعمل ايه في الاداره الرياضيه؟ بنفصل السلطات الاداريه على النواحي الفنيه. احنا مدخلين ملخبطين الاثنين في بعض، وده عامل مشكله كبيره جدا في الرياضه في مصر. فعشان انا اظبط كل حاجه، اول حاجه احط ايدي على الاكاديميز الموجوده او الاكاديميات الموجوده في مصر كلها، وابدا اقول والله لازم اقننها، بس اقننها بشكل مختلف. يعني ايه؟ النهارده مدير الاكاديميه لازم يكون لعيب كره سابق، يكون لعيب كره على مستوى، ويكون عنده لايسنس، بمعنى ان هو يدي الاكسبيرينس للاعب. بالظبط يعني. كده بالظبط. يعني لما اجي اعلم لعيب اعرف اعلمه كوره، لكن ما اجيبش واحد من الشارع واقول له تعالى انت بقيت مدرب، ده غلط. يبقى رقم واحد في المنظومه لابد ان انا اهتم بالمدرب، واهتم ان انا اعمل تقنين للاكاديميات، ولابد ان المدير الفني للاكاديميه يكون حاصل على اللايسنس الافريقيه، اقل حاجه سي، اقل حاجه. فالنهارده ده مهم. النهارده عدم المحسوبيات في اتخاذ القرار في مصر. يعني ايه؟ يعني النهارده مثلا عندي منتخبات وطنيه بتشكل، عندنا مشاكل في المنتخبات الوطنيه كلها طلعت البطولات الافريقيه الا منتخب 2009، عشان عندنا امكانيات لعيبه جيده، مش امكانيات مدير فني قوي. لا مش محترفين، هم لعيبه عندها. شوف احنا عندنا العوامل البشريه جيده جدا، احنا عندنا العامل البشري موجود كويس جدا، لعيب في لعيبه، بس مين اللي ينتقي اللعيبه ومين اللي يطور اللعيبه؟ دي بقى المهمه. يعني دي المهمه اللي لابد ان احنا نشتغل عليها. احنا عندنا العامل البشري كتير، احنا عندنا في مصر من سن مثلا 8 سنين لحد مثلا 20 سنه انت عندك لا يقل عن 20 مليون. فال 20 مليون دول مش عارفين نطلع منهم، زي ما السيد الرئيس قال، قال لك احنا مش قادرين كبلد فيها 120 مليون، مش قادرين نطلع مليون واحد يحترف في اوروبا، ده احنا قادرين. بس النهارده انا لو بعت المحسوبيات والمجاملات من الاداره الرياضيه في مصر، مصر هتنتقل لمرحله ثانيه خالص. بنشوف المغرب بيتطور بشكل كبير جدا، بنشوف السنغال بتتطور بشكل كبير جدا. انا شايف ان المحسوبيات والمجاملات لابد ان هي تطلع من الحياه المصريه عشان ننتقل لحته تانية بقى. احنا شايفين السيد الرئيس ما بيجاملش الراجل، بيشتغل على قدم وساق، وبيشتغل في كل المجالات وفي كل الاتجاهات، وبيشتغل بنفسه. يعني السيد الرئيس تلاقيه النهارده موجود في موقع مثلا عمل، بيفتتح حاجه وبعدها بشويه بتلاقيه بيعمل اجتماع مهم جدا مع قاده دول وقاده ومع وزراء خارجيه
يعني الراجل بيشتغل في كل الاتجاهات. لو احنا كلنا اشتغلنا بنفس الطريقه هنبقى في حته مختلفه، لكن احنا للاسف زي ما بقول لك كده، احنا النهارده رامي سعد يعرف فلان فبيجيبه، يعرف فلان فبيجيبه، يعرف فلان فبيجيبه. هل هو كواليفايد للموضوع؟ لا. هو مؤهل؟ لا مش مؤهل. هو بيجيبه عشان حبيبه وصاحبه. عشان كده احنا عندنا فشل ذريع جدا في الكره المصريه. بشكر حضرتك، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. وفي نهاية حلقتنا، الكرة مش مجرد مكسب، وبتخلي ملايين الناس ورا متخيلاتها وناديها بقلب واحد. نتمنى نشوف الكرة المصرية ترجع لمكانتها الطبيعية، ونشوف مواهب جديدة تقدر ترفع اسم مصر من كل المحافل. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم على المتابعة. نلتقي معاكم حلقة جديدة من برنامج صباح السعادة.